السلام عليكم البنات. هنا غادي نحضر معكم حليوه تجي زوينه دوازاتي. معايا المقادير. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده، غادي نرطبها مزيان مع كاس ديال سكر كلاصي، يعني سكر بودره، كاس ديال سنيده، سكر حبيبات، واحد الساشيه ديال الفاني. غادي نرطبهم مزيان. هنا البنات بعد ما رطبت الزبده غادي نزيد كاس ديال الزيت، يعني كاس الزيت عامر ها هو. المهم هنا البنات بعد ما رطبت الزبده والزيت مع السكر كنديروا هاد الكاس ديال الكوك، كاس ما عامرش، المهم كوك محمر، دير حتى واحد المذاق زوين. بيضه، هنايا بيضه، كتزيد الدقيق على حسب الخليط، وواحد الخماره ديال 8 غرام، وزن 8 غرام، المهم البنات العجينه بعد ما قسمتها على 4 راه خليتها تسرحات. غادي ناخذ واحد الطرف، راه ما غنزيدو والو، حدي غادي نشد تقريبا ديك جات 20 غرام هكاك. المهم عندكم الميزان عبرو، انا غنعبرها غير بعينيا. غادي نكوروها بحال هكا، وبياض البيض اللي شفتوني في الاول حيدته هو هذا، غادي ندوزها في بياض البيض غير هكا، هي لوجين يعني ماشي كلها، ندوزها في بياض البيض. وغادي نشد كاوكاو البلدي، درتو هرمشتو ودرت معاه شويه ديال الكوك. غادي نشد الحلوه هكا وغادي نورك عليها هكا مزيان حتى تهز ليا يتغطى كاع الوجه ديالها. وغادي نحطها في هاد الطاوه المبوقه. هانتوما البنات بعد ما كورتها دابا غادي نديرها بحال الطريقه باش كنطيبوا البهله، يعني غنسخن الفران مزيان وغنديرها حتى تفرقع شويه، وديك الساعه نطلعها تكمل طيابها الفوق. ندوزو البنات للشكل الثاني. بالنسبه لداك الشويه اللي شاط ليا ديال الكاوكاو والكوك غادي نزيدهم هنايا، نزيدهم في هذا الشكل الثاني، نحاول ندخلوهم. ما تخافوش راه ما غادي تقسح لكم ما والو، بالعكس بتجي زوينه. المهم باش ما نضيعوش هذاك الخليط اللي شاط، حيت ملي كتقسموا العجينه على جوج راه ضروري تشوط لك من كل حاجه شويه شويه. هانتوما البنات كتجي لهذا الشكل هذا. ملي كنزيدوا هذاك كوكو كاوكاو حتى هي غادي نكوروها، ما تكونش كبيره بزاف بحال الاولى. وغادي نحتاجو نفس بياض البيض، نفس البياض اللي شاط، مع هنا لوزيفيلي. نتوما ما محمر ما والو، غير لوزيفيلي عادي. غادي نكورو كبيره، المهم في هذا القياس تكون صغر من هذيك ديال قبيله شويه. غادي ندوزوها كلها في بياض البيض هانتوما هكا، وغادي نعاودوها لوز يفيلي هكا. غادي نفندوها، نحاولوا نلبسوا ليها كلها حتى الجناب اللي ما واصلهمش نهزوا للسقوع بحال كيما هكا. صافي لبسوا ليها كلها هكا. هيا البنات بعد ما كورتها دابا حتى هي غادي نخشيها واحد شويه لتحت، ما نعطلهاش بزاف، غير واحد شويه ونطلعها للفوق ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش داير. المهم البنات غادي تدوزو للشكل ديال الثالث، غادي نقطعو حتى هو نديرو كويرات. المهم درت لها هكا غير باش تجيني قياس واحد. نديرها في الطاوه، نديرها طيب هي الفوق عادي، يعني ما نديروها لا لتحت لا والو، باش تبقى شاده ليا الفورمه ديالها شويه. هاي البنات غنديرها طيب ونرجع معكم. المهم البنات وصلت للشكل الرابع،
حتى هو غادي نزيدو شي حاجه. هانتوما البنات غادي ندير سميتو هاد الزبيب، غادي نقطعو طريفات صغيورين بالموس. هذا شويه الزنجله محمر، شويه ديال اللوز حتى هو محمر، غير داك اللي يبقى ليا من الحلوه. بالنسبه ممكن تعوضوه بكاوكاو اولا بشوكولاط فيرميسيل يعني، ولا شوكولاط حبيبات، ولا تشدو غير الشوكولاط وتحكوه بالحكاكه. المهم ضروري تقطعوا هاد الزبيب طريفات صغيورين، حيت الا دخل العافيه كيتنفخ وكيخسر الفورمه الحلوه. المهم ضروري نقطعوه البنات يكون صغير بحال كيما هكا. المهم البنات بعد ما قطعت الزبيب، نتوما شفتوا قطعتو رقيق، ضروري تقطعوه ما تخليوش صحيح. صافي غادي نحاول ندخل هاد التخليطه هاد العجينه. شويه دقيق، ضروري ندقيق البنات حيت العجينه شويه رطبه. المهم البنات بعد ما سرحتها وقلبتها، عاود ترشدها بواحد شويه دقيق باش ما تلصق لياش. غادي تجيبوا شي قطع هكا دائري، ما يكونش كبير بزاف، يكون غير بهذا القياس هذا. الا بديت حيت فيها الخميره غادي تنفخ فيكم، ما غاديش تعطي شكل زوين. صافي قطعيه بحال كنقطعوا بحال بين الصابلي وصافي هكا. كتجي البنات هذه هشيشه كتذوب في الفم حيت زدناها الزنجلان وشويه اللوز وشويه الزبيب، تجي حتى بنينه. غادي تعجبكم الا جربتوها. المهم انا عطيتكم الاساس ديال العجينه، وديك الساعات نتوما ممكن تختاروا الشكل اللي يعجبكم. الا ما بغيتوش ديروا هاد 4 اشكال غتختاروا الشكل اللي يعجبكم وديروا. ممكن ديروا غير 2 اشكال الا ما بغيتوش ديروا كاع 4 اشكال كلهم. المهم هي البنات باش تشوفوا قداش في العلو، راه ما تنديرهاش عاليه بزاف. هانتوما غادي دابا نديرها حتى هي طيب عادي بحال كي تنطيبوا الصابلي. وغادي نرجع معكم. هما البنات بعد ما طابت هادي شوفوا كي تجي لهذا الشكل هذا. غادي ذوبت الشوكولاط متكونيت في الفران حتى داب. غادي نزيدو هاد الكاوكاو نخلطو معاه. اما البنات هاد الشكل حتى هو راه ذوبت الشوكولاط حتى هو ذوبتو في اودي خشيتو غير في الفران وهو يذوب. كانت الحلوه طيب ودرتو. المهم ممكن ديروه في حمام مريم حتى يذوب. كندوزو هكا الحلوه بلاتي نجيب معلقه. جاني الشوكولاط سخن بزاف، خليتو حتى سخن. غادي نبردو بهاد المربعات ما دابو بجهها بنات، حيت الا كان سخون بزاف ما هاد الحلوه هادي الا كان سخون الشوكولاط بزاف ما كتشدش في. الا كان الشوكولاط سخون بزاف ما كيشدش في الحلوه. المهم الحلوه تسقطر شويه حيت منها. المهم نفس الطريقه ديال قبيله ونحطو هي كنحطوها ونخليها واحد شويه ونكحزوها هكا. المهم نفرشها الميكا. علاش؟ باش ما ديرش ليا دوك القنوت ديك الشياطه ديال الحلوه. نتوما بعدا ما وريتهاش لكم الطياب ديالها، ما طيبوهاش بزاف. المهم تحمر من التحت صافي حيت رقيقه ما غليظاش. المهم عاوتاني غادي نهز شويه الشوكولاط ونبدا نخويه. المهم البنات ها هو البلاطو ديالي، يعني الشكيلات بربعه. نتمنى يعجبكم. هذه بعد ما كطيب كندهنوها البنات بالناباج. وهذيك البيضه راه خططتها بالشوكولاط ابيض وزينتها بداك العقيق. نتمنى يعجبكم الشكل النهائي. راه خرجت ليا ماشي غير هذه الكميه، خرجت ليا تقريبا في 100 حبه. هانتوما البنات شفتوا الكميه الاخرى اللي بقات ليا. المهم راه كتخرج تبارك الله. نتمنى تجربوها وتعجبكم وتردوا. بلاتي تشوفوها معايا كي تجي، راه تجي هشيشه.
شوفوا هذه حتى هي البنات، حتى هي جرت غشتوها، ها نتوما كتذوب في الفم، كتجي غزاله. خليتكم على خير، الى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.